لو عايز تبقى مدافع قوي فعلا لازم تفهم إن الدفاع مش قوة وبس، دي قراءة وتوقع وسيطرة. في الفيديو ده هتتعلم أهم أسرار الدفاع اللي بيستخدمها المحترفين علشان يسيطروا على الماتش بالكامل. فاكر إن الدفاع سهل؟ تعال شوف بنفسك إزاي المدافع الشاطر بيقرأ اللاعب قبل ما الكرة تتحرك. خليك للآخر علشان هنكشف أسرار محدش بيقولها غير هنا. أهلا بيكم في قناة اتعلم الكورة ولعب صح، القناة اللي هتخليك تطور مهاراتك الكروية وتلعب باحترافية. لو عايز تبقى لاعب مميز وتتعلم كل أسرار اللعبة، يبقى لازم دلوقتي تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. ومتنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك معانا برأيك في الكومنتات علشان نطور مع بعض ونخلي القناة دي بيت كل عاشق لكرة القدم. طول عمرنا بنشوف المهاجم هو نجم الشباك، هو اللي بيجيب الجول وبيخطف الكاميرات كلها. بس لو ركزنا أكتر هنلاقي إن أساس أي فريق جامد، أي فريق بيكسب بطولات، مبني على صخرة في حتة تانية خالص في الملعب. النهاردة بقى هنتكلم عن الجندي المجهول ده، اللاعب اللي ممكن يكون هو البطل الحقيقي اللي محدش واخد باله منه. طيب خلونا نبدأ بسؤال على طول كده. لو قلنا إن في لاعب واحد بس، لاعب واحد، الفريق من غيره مستحيل يكسب، مين ممكن يكون اللاعب ده؟ يا ترى المهاجم الهداف، ولا صانع اللعب المايسترو، يمكن حارس المرمى؟ فكروا فيها كده ثانية. الإجابة ببساطة هي قلب الدفاع. ممكن ما يكونش اللعيب اللي يخلي الواحد يقوم يتنطط من مكانه وهو بيتفرج، بس هو فعلاً وبدون أي مبالغة أساس الفريق كله. هو العمود الفقري اللي لو اتكسر الفريق كله يقع. بالظبط كده. نقدر نقول عليهم المهندسين اللي بيبنوا النصر في صمت. شغلهم ده نادراً لما بيظهر في ملخصات الماتشات، بس الحقيقة إنه من غيرهم، من غير تركيزهم وقوتهم، خط الهجوم عمره ما هيلاقي الإيمان أو المساحة عشان يبدع ويجيب أجوان. تمام. طب بما إننا بنتكلم عن قلب الدفاع، يبقى لازم نبدأ بأول وأهم مهمة ليه، المهمة الكلاسيكية اللي كلنا عارفينها، إنه يكون حيطة الصد، الجدار اللي أي هجمة للخصم تيجي وتتكسر عنده. وهنا بقى بنشوف إن الشغلانة دي مش مجرد قوة بدنية وخلاص، لا، دي فن وعقل. القصة كلها بتتلخص في 3 خطوات ذكية جدا. أول حاجة قراية اللعب، يعني المدافع الشاطر ده بيبقى سابق المهاجم بخطوة، كأنه بيقرأ أفكاره. تاني حاجة التمركز الصح، يقف في المكان اللي يموت الهجمة قبل ما تبدأ. وآخر حاجة ودي الأهم، يتدخل في الوقت المثالي، تدخل دقيق زي بتاع الجراحين. ودي بقى العدة بتاعته، الحاجات اللي لازم تكون مع أي علبة دفاع. بنتكلم عن إيه؟ عن تاكلينج نظيف في رجله، عن إنه يقطع باصات الخصم بذكاء، إنه يرمي جسمه قدام الشوطة من غير خوف، يسيطر على أي كورة عالية كأنه برج مراقبة. والأهم من كل ده إنه يبعد الخطر عن منطقته بهدوء ومن غير ما يعمل أخطاء. دي أساسيات الشغلانة. بس استنوا، لو حد فكر إن دي كل حكاية قلب الدفاع يبقى غلطان. في الكرة الحديثة الموضوع اتطور وبقى أكبر من كده بكتير. دوره ما عادش بس إنه يدافع، لأ، ده بقى ليه أدوار تانية خالص، أدوار هجومية ممكن تكون هي اللي بتحسم الماتش. والنقطة دي بتوضح الفرق ده بالظبط. زمان كان المدافع اللي بنقول عليه الستوبر، شغلته كلها إنه يشتت الكرة بأي شكل ويدخل بقوة على المهاجمين. إنما النهاردة الوضع اختلف. المدافع العصري هو أول بلاي ميكر في الفريق، هو اللي بيبدأ الهجمة بتمريرة ذكية تضرب خطوط المنافس كلها وتوصل الكرة لزمايله في الهجوم. وهي دي الخلاصة، الهجمة الصح دلوقتي لازم تبدأ من ورا. في قلب الدفاع دوره اتحول من مجرد واحد بيمنع الأهداف لواحد بيصنع الأهداف، هو اللي بيدي شرارة البداية اللي منها الهجمة بتتبني لحد ما توصل للجون. طيب عشان المدافع يعمل كل ده، هل الموضوع كله مهارة في رجله بس؟ لا طبعاً. وهنا بقى لازم نتكلم عن جانب تاني خالص، الجانب العقلي والذهني، الصفات اللي مش بتتقاس بالأرقام، بس هي اللي بتفرق بين المدافع العادي والمدافع الأسطوري. المقولة دي حقيقية جداً وبتلخص الفكرة كلها. الدفاع العظيم بيتقاد بالصوت والقدوة مش بالرجلين وبس. يعني إيه الكلام ده؟ يعني قلب الدفاع هو القائد الفعلي جوه الملعب، هو اللي بيوجه زمايله وبيزعق لهم، وهو اللي المدرب بيعتمد عليه عشان ينفذ تعليماته. تأثيره أكبر بكتير من مجرد لمسة كورة. ودي بقى نقدر نسميها القدرات الخارقة بتاعته. أول حاجة التواصل، لازم يكون صوته عالي في الملعب، بينظم الخط وبيحرك اللي حواليه زي المايسترو. تاني حاجة التركيز، لازم يكون مصحصح 90 دقيقة، لأن غلطة واحدة في ثانية ممكن تكلف الفريق جون.
تالت حاجة الشجاعة، إنه ما بيخافش يحط جسمه وراسه في طريق الكورة. والأخيرة والأهم الذكاء، إنه يقرأ الملعب ويتوقع الهجمة هتيجي منين ويسبق المهاجم ليها. في الآخر لما نحط كل القطع دي جنب بعض، المهارة الدفاعية والقدرة على بناء اللعب والعقلية القيادية، بنلاقي إننا مش بنتكلم عن مجرد لاعب في مركز قلب الدفاع. التلخيص كله في 3 كلمات بسيطة لكن معناها كبير جدا: مدافع، صانع لعب، قائد. ال3 مع بعض بيخلوا اللاعب ده هو قلب الفريق اللي بينبض. لو القلب ده وقف، الفريق كله بيتوقف. وده بيخلينا نختم بسؤال مهم ومحتاج تفكير. بما إن قلب الدفاع عليه كل المسؤوليات دي وعنده كل الصفات القيادية دي، هل ده يخليه هو الاختيار الأمثل والأوحد إنه يكون كابتن الفريق دايماً؟ ده سؤال ممكن نفضل نتناقش فيه كتير. وكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو استفدت النهاردة ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة اتعلم الكورة والعاب صح، وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، واعمل شير لأصحابك علشان يستفيدوا. اكتب رأيك أو سؤالك في الكومنت وأنا هرد عليك في الفيديوهات الجاية. استنوني في تدريبات ومهارات جديدة هتخليكم تلعبوا صح وتبقوا نجوم في الملعب. سلام.